إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، وعلى نعمة الصيام والقيام والذكر والدعاء. هذا يوم أزهر مبارك. هذا العيد هو فرحة الصائمين وجائزة العابدين. في العيد لمن صلى وصام وامتثل أمر ربه وأخرج زكاة فطره، فاليوم الذي يأتي بعد ذلك هو يوم العيد، فيه ذكر الله والتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيه الاجتماع على هذه الصلاة وعلى هذا الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن الحيض من النساء، حيث أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، وقال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. عباد الله، فلنشكر الله جل وعلا على هذه النعمة وعلى سائر النعم. ما الذي وفقنا وأعاننا؟ صمنا بفضل الله ورحمته شهرا كاملا. قبل ذلك كنا ننتظر هلال رمضان، وبالأمس ننتظر هلال شوال، وهكذا حتى نلقى ربنا جل وعلا. فالذي وفقنا وأعاننا على الصيام والقيام والصدقات والذكر والدعاء هو الله جل وعلا، فلنشكره بالمداومة على توحيده وذكره ودعائه بالصلاة والصيام. هذا حقيقة الشكر، لزوم العبادة والاستمرار عليها إلى الممات. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. يعني يريد بكم أن تكملوا العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون الله بتكبيره على هذه الهداية وهذا التوفيق وهذا الاجتماع. يجتمع المسلمون في سائر الأقطار على ذكر الله وعلى تكبيره وشكره، قلوبهم منشرحة ووجوههم نيرة، استنارت بذكر الله وبطاعته وامتثال أمره واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. قال الحسن البصري رحمه الله: يا قوم، المداومة، فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. فالعبادة لا تنقطع مهما ضعف الإنسان، فإنه يداوم على الصلاة وعلى الصيام وعلى سائر العبادات حتى يلقى ربه عز وجل. كما قال بعضهم: صم الدنيا واجعل فطرك الموت. عباد الله، فلنعتصم بحبله المتين، ولنلزم صراطه المستقيم، ولنحذر سبل الشياطين والضالين والمنحرفين، ففي هذا النجاة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة الإسلام، بنعمة السنة، بنعمة الرسول الكريم الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف المشهور سمعناه كثيرا، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. عباد الله، فلنكن مفاتيح للخير مغاليق للشر، نعيش على هذا، نسعى في الخير ونحذر ونحذر من الشر، بهذا تجتمع القلوب وتنتظم الحياة. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالفلاح في الدنيا والآخرة بهذه الأمور المذكورة، منها فعل الخير. وقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثامه من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه الإمام مسلم. يا معشر الشباب والأبناء، احفظوا أوقاتكم وزهرة حياتكم في طاعة ربكم جل وعلا، والعمل بما فيه صلاح دينكم ودنياكم ومجتمعكم وأمتكم وأمنكم. كونوا صالحين مصلحين. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله. احذروا العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة، احذروا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، احذروا المسكرات والمخدرات التي دمرت العقيدة والدين والأخلاق والعقول والمجتمع، حتى صار بعض هؤلاء يموتون من المخدرات. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والمخدرات شر من الخمر من بعض الوجوه، فاتقوا الله يا أيها الشباب، احذروا وحذروا واجتنبوا. نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. أيتها المرأة المسلمة، اتق الله ربك وامتثلي أمره وحافظي على حيائك وأصالتك، واحذري التبرج والعري والفساد. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله:
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كوني مطيعة لزوجك وفية له في السراء والضراء، وهذا من أسباب دخول الجنة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام أحمد. أيها الأزواج، عاشروا النساء والزوجات بالمعروف، أحسنوا إليهن وأكرموهن، وإياكم وظلمهن والاعتداء عليهن. اعملوا بوصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأوصى الصحابة في حجة الوداع، هذه الحجة العظيمة المباركة التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، من وصيته: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. خذوا وصيتي واعملوا بها في النساء. أيها المسلمون، يا أصحاب المناصب والمسؤوليات، أيها التجار، أيها الأساتذة، أيها الأطباء، يا رجال الأمن، أيها المسلمون، اتقوا الله واحفظوا أماناتكم وكونوا فيها صادقين أوفياء. احذروا الظلم والكذب والغش والتزوير والرشوة والمحاباة واتباع الهوى، إنها أمانة. فاتقوا الله ربكم، أدوا الحقوق لأصحابها. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، ولنضع نصب أعيننا قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت على قلب رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي من آخر سورة البقرة. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وفرج همومنا واقض ديوننا واهد ضالنا ورد غائبنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا وزوجاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت التائبين في هذا الشهر وتقبل منهم يا رب العالمين. اللهم تقبل من المنفقين المحسنين وزدهم من فضلك يا رب العالمين. اللهم يسر لأولادنا وشبابنا الزواج وأغنهم من فضلك يا سميع الدعاء. اللهم ارفع الضر عن المتضررين وانصر المظلومين والمستضعفين. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين ونجهم من كيد اليهود الغاصبين. اللهم دمر هؤلاء اليهود الغاصبين واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك
ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اهد حكامنا ورجال أمننا إلى ما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم ابسط علينا من فضلك ورحمتك ورزقك وبركتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبارك لنا فيما رزقتنا ووسع لنا في ديارنا. اللهم وسع على جميع إخواننا. اللهم وسع على جميع إخواننا. اللهم وسع على جميع إخواننا. اللهم يسر لنا حج بيتك العتيق. اللهم يسر لنا حج بيتك العتيق. اللهم يسر لنا حج بيتك العتيق. اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتقبل الله مني ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.